ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا حمزه، وانا مهند عليه. واحنا كنا نزلنا من فتره كده اصلا على انستجرام نقول لكم خير ولنا مواقف حضرتك حصلت معاكم. في واحد من المتابعين برضو بعت لنا فيديوهات مضحكه وعايز يشوف رد فعلنا فيها هتكون ازاي. بص، ده واحد اسمه كان دنيتي يا غربتي ما طلعش حبيبي حبيبي. انت عايز ايه يعني؟ Nyamnyut malak ku panggil babai. يا اسطى حرام عليك يا اسطى والله. سمعت ازاي؟ هو كان وجع. توجع دي. ده جابك. عالمي. دماغه رنت دماغه رنت. من واحد صاحبنا كنا بنشتغل مع بعض. حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا. حبيبي يا أنا يا أغلى من عينيا، نسيت مين أنا الحب اللي كان. جت في صباعه دي. صاحب في القاعه قال لي اخربها راس. لا جامد. اول موقف معانا واحد كان بيقول ايه، مره كنت ماشي في شارع المدارس هنا في الغردقه، يعني شارع اسمه شارع المدارس. اضطريت اني احط رجلي على البلاعه، قامت وقعت بيا ونزلت فيها. ده من واحدة. نقول كنا قاعدين شلة مع بعض ونتكلم، المهم وجيت وحطيت عليها. مش فاهم، كنا قاعدين شلة مع بعض ونتكلم، المهم جيت وحطيت عليها والبت في الآخر طلعت ورايا. يا اسطى هما كانوا واقفين بعضيهم، كانوا قاعدين بيتكلموا، فهي اشتغلت تجيب وتحط على بنت صاحبته، بتقول عليها انت فيك وفيك وفيك والكلام ده كله. بدأت تبص وراها تلقي البنت وراها. انا شغال في كافيه، مره كنت شغال طبيعي زي ما انا، ادي ظهري للزبون كان ورايا. مره واحده لقيت فار نازل من السقف واتشعبط في الحاجه وجري قدامي وانا مش عارف اقول ايه. بصيت للزبون لقيته باصص لي وساكت، وانا باصص له وساكت، واحنا الاثنين عارفين مش عارفين نقول ايه. يعني ده شغال، يعني ايه شغال في المكان اللي انت فيه دلوقتي. مره كنت في كارفور وبلعب على السلم متحرك وانا نازله وطالعه. كنت واحدة سبحان الله، كاتبه وانا نازله وطالعه، يعني سبحان الله كنت فاكره كلب. مرة كنت في كارفور وبلعب على السلم ومتحرك، أنا نازلة وطالعة بقى مبسوطة. بتاع الأمن شافها وبالحظ كانت طالعة. اللي ما تطلع قال لي ما تلعبيش هنا تاني وانزلي بالذوق. قلت له أنا آسفة هروح أنزل. قال لي إيه؟ اتمليكي. قال لي أتبليكي تنزلي من هنا. قلت له بس حضرتك السلم ده طالع بس ما ينفعش أنزل من عليه. قال لي ما أعرفش بقى أتصرف إزاي، ما طلعش انزلي. تعمل لك ايه هي يعني بنت الناس يعني؟ انت كام سنة انت عشان تعمل كل ده؟ خش على الموقف اللي بعده. واحد بقى بيقول ايه؟ من الأول كان في ميتنج تبع الكلية، الدكتور بيشرح حاجة مهمة في المنهج، وكان معايا صحابي اللي معايا في السكن اللي هما معايا في القسم برضه. دخل علينا من الأوضة واحد صاحبنا مش معانا بس بيسأل واحد صاحبنا على المواعين الوسخة ومين هيغسل اللي في الحوض. احنا عامة واكلين ومظبطين الدنيا وكله تمام عشان الميتنج. كاننا نسينا المايك مفتوح، فالدكتور اللي في الميتنج الدكاترة في الميتنج، الدكتور اللي في الميتنج كلهم ضحكوا. الدكتور وعدني بعد الميتنج هيجي هو بنفسه يغسل المواعين. شلت المادة. لا يا اسطى والله تستاهل تشيل المادة. كنت راكب في المواصلات، في بنت كانت قاعدة لوحدها في آخر كرسي، أنا ما كنتش هقعد جنبها فأروح أقعد قدام، وراحت قالت لي لا تعالى أقعد هنا. رحت استغربت بس رحت قعدت هناك. طول الطريق هي لازقة فيا
وعينها في الفون بتاعي، وبعد كده وهي نازله قالت السواقه على جنب، وهي نازله راحت قعدت على حجري نزلت جري. انا قعدت مصدوم في الميكروباص، كله بدا يبص عليا وانا قاعد في نص الدنيا. شفت ما رفعتش حنيت اقسم بالله. يعني ايه؟ يعني ايه اصلا؟ بس ازاي؟ انا عارف ان في الاخر البنات تطلع تليفوناتها وتصور وجودها متاح. طب ما انتوا الشكل. دي كانت نهايه حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، وبس ان شاء الله استنونا في الحلقات الجايه ان شاء الله. سلام. سلام.